السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا كل سنة وكل لحظة وكل العمر كله وانتوا طيبين وبخير وصحة يا رب. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعود عليكم وعلينا يا رب الأيام كلها بخير. النهاردة احنا هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا، فيديو حلو. انا في البيت عند ماما. ان شاء الله هنعمل الفيديو ده دلوقتي مع بعض. وعايزه اقول لكم بعتذر جدا جدا على تاخير الفيديوهات في الايام اللي فاتت دي. والله يعني الظروف خارجه عن ارادتي خالص ان انا كنت اعمل فيديوهات، ولو كنت بعمل فيديو ما كنتش بعرف ان انا ارفعه لكم. توتر وشويه حاجات ان شاء الله هبقى اقول لكم برضو عليها. وبنتي كانت تعبانه شويه وشويه ظروف كده كتير، فناس افتكرت ان انا يعني قفلت القناه بتاعتي او لغيت الموضوع. لا، الفكره بتاعتي ان شاء الله مش هلغيها ابدا، حباها داخلها بحب. وان شاء الله هكمل فيها عشان انتم مشجعيني، وان شاء الله خير يا رب كده. ويلا دلوقتي مع بعض نعمل الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. وشجعوني كتير 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 وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي. وحبيتوا تحطوا لايك لما الفيديو بيعجبكم ان شاء الله حطوه في نص الفيديو. يعني حاولوا تحطوه في نص الفيديو. في اول الفيديو ده بيلغي اللايك اللي انتوا بتحطوه، فاحنا عايزين اللايك احنا نستفاد مثلا منه. نعمل ايه بقى؟ نحطه في نص الفيديو ما احنا بنتفرج عليه، ما نحطوهوش في الاول خالص. تمام كده؟ يلا دلوقتي يا حبايبي نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض في الفيديو الجامد جدا جدا ده. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب كمان، واقول لكم يلا بينا نروح مع بعض. دلوقتي بقى بعد ما انا كنت بسيخ الكفته هنا، بصوا تعالوا اوريكم شكل السيخ. بصوا شايفين؟ قلت اعمل سيخين قدامكم برضو وتشوفوني وانا بعملهم. بصوا بقى يا حبايبنا كده، شايفين ادي الفحم اهو تحت. الله ينور عليك يا ابو موجي. ابو موجي بيحط السيخ اهو. ايوه، مية مية. عايزه اقول لكم الريحه طالعه ملهاش حل يعني. لان احنا بصوا حطينا ايه في الاول؟ الصباع تيست اهو اللي انا بلفه ده. بصوا شايفين؟ الشوايه ما شاء الله جميله يعني. اطلع السيخ ده. ماشي، انا طلعت اول سيخ اهو، وادينا مكملين مع بعض. بصوا يا جماعه احنا عاملين الشوايه دي ازاي. بصوا شايفين؟ حاطين الترابيزه كده اهي على الشوايه من فوق. بصوا ما شاء الله يعني، اللهم بارك. بصوا شايفين يعني ايه؟ ما بتاخدش 10 دقايق. انا بلف السيخ اهو. خالو انا خايفه عليك يا خالو. يا خالو انا خايفه عليك عشان بصوا الريحه طالعه فظيعه. ما يحلى العيد الا بالشوي، ما يحلى. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، عشان في كذا حد كده سألني هو انت بتصوري فين في المكان التاني. انا بصور عند ماما، مش في الشقة بتاعتي. انا بصور عند والدتي يا جماعة. كذا حد بيقول لي بس احنا يعني دي مش الشقة عندك. قلت لهم لا، هي مش الشقة عندي، انا بصور عند ماما اغلبية التصوير يعني. ببقى متجمعة بقى مع اخواتي وبابا وماما، ربنا يبارك في عمرهم يا رب. فانا ايه، بتشجع بيهم صراحة وبعمل اللي انا عايزاه. قولوا لي بقى ايه رأيكم، عشان عايزين ننزل بقى ايه الفراخ وننزل اللحمة ونبدع مع بعض ونشوف بقى ايه. نعمل شوية سلطة جامدين جامدين، كفتة ومليانة بنزين 90. ايه رأيكم؟ جامدة. ايوه كده. بس الكفتة بالذات بتبقى عايزة النار العالية، يعني ما تنزلهاش على نار باردة عشان ما تفكش. قصدك على الفحم يعني؟ بحب النار العالية.
طب ادينا معلومة، هو الفحم يبقى من تحت في أرضية الشواية، ولا يكون عالي شوية ونحط يكون رملة عالي من تحت، شوية. ولا ما حط رملة. نحطش؟ لا حط رملة تمام عشان النار تبقى قريبة، عشان تديك اللون اللي انت عايزاه، تمام اللي هو اللون الأحمر دوت. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما شاء الله جميلة. يا نهار أبيض. بصوا بصوا تمام. الدرجة اللي انتوا عايزينها. بصوا هو شايفين؟ دوت سر الشوي. النار كل ما تبقى قريبة والنار حامية ما تجيش جنب منها، تمام. تديك الدرجة اللي انت عايزاها. بصوا اللي تحت ده طبق مية ساقعة، بناخد منه ونعمل كده بإيدينا قبل ما ايه بصوا ننزلها على الشواية. بصوا ما شاء الله. بصوا، يعني حاجة ممكن تقدروا تعملوها على ايديكم بدل ما تروحوا تاكلوها عند الكبابجي. كيلو النهارده اقول لكم احنا بنشوي في 80 جنيه، البلكونة. 200 جنيه. بنعتذر بقى ايه لو في اي اصوات حوالينا، حد بينده بقلب يعني. واختي طبعا جايباني من اخر الدنيا عشان خاطر اشوي لها الكفته. قلت له لازم هتشوي معانا. اقول لها يا بنتي مش قادر، اني كنت بذبح في العيد طبعا، وناس كتيره في فيديو وقعت في عجل من فصيله التيران، فطبعا دوت نزل، فناس كتير بتقول لي انت جزار ما عندكش قلب. مش عارف انا ما عنديش قلب ازاي. طب انا لو ما عنديش قلب واتصرفت معاه كده يبقى انا هموت، او يا اما بصوا ما شاء الله اللون، اللهم بارك، يعني عسل عسل عسل، بألف هنا لينا وللي هيجرب يا جماعة. بصوا شايفين عسل. وتحت اهو الحلة بتاعت الفراخ متبلة، لسه هجيب الحلة اللي فيها اللحمة وهنعمل شغل تحفة دلوقتي. كل سنة وكلكم طيبين. بصوا يا جماعة انا مقربه لكم الكاميرا. بصوا بصوا شايفين عامل ازاي. بصوا تحفة 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 اهو. بصوا بقى دلوقتي كده انا نزلت اهو بالفراخ زي ما احنا شايفينها كده. ابتدت تطلع الدخان بتاعها اهو وتستوي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه. بصوا شايفين يا جماعه، تعالى ادخل لكم بقى على حته بتاعت لحم الشوي دي. هنا دي حته من لحمه الضلوع، يعني اللي عارفين في انواع اللحوم وكده، دي من لحمه الضلوع. دي بمسكها بقى اسلقها واتبل فوقيها التتبيله بتاعت الشوي، اللي هي بحط في الخلاط نص كوبايه ميه وبصلايه كبيره وملح وفلفل اسود وورقه لوري، واضربهم كلهم في قلب الخلاط وانزل بيهم على الشوربه بتاعه اللحمه وهي بتغلي. تمام، يبقى مننا ان احنا غليناها، سويناها 3/4 سوا، وكمان خدت الحياء بتاعنا بتاع الشوي اللي احنا عايزينه. نخلص ونروح مقطعينها بقى شرايح بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بصوا انا بلفها لكم اهي. عمر ما حدش بيعرف يستغل حته اللحمه دي بجد، مع ان ديت احلى حته لحمه في العيد. بصوا ما شاء الله شايفينها عامله ازاي. دي تتسلق وفي نفس الوقت قطع ترنشات، بصوا اكنكم بتاكلوا لحمه ضاني بالظبط، واشد كمان من الضاني. بصوا يعني ايه، حلوه جدا جدا. وطبعا بروح مقطعاها شرايح بعد ما بخلص على طول، وبروح منزلاها على الشوايه اشكها في السيخ بالمنظر ده. بص بقى تمام. بص بقى السر ده، بص بقى السر ده. عايزه اقول لكم انا عيالي بيحبوا الدبابيس جدا في الشوي، غير يعني بقيه الورك والاجنحه والصدر والحاجات دي. بصوا شايفين ما شاء الله جميل. انا كده مدخله ايه اللحمه مع الفراخ اهو، من الحاجات بقى اللي هي تاخد ايه سخونيه في الاخر كده وتلم نفسها يعني. عيالي بيحبوا نفسها عشان ما تتبعترش. عيالي بيحبوا الدبابيس جدا يا جماعه، غير الفرخه كلها عشان بيمسكوها في ايديهم كده مالكينها. فانا طبعا اساسي معاهم بكتر لهم في الدبابيس قوي لما باجي اشويها. بصوا انا ايه بلف اهو السيخ. بصوا السوا بتاعه ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. تسلم ايدك يا ابو مودي، تعبك معايا يا حبيبي والله. تعالي لي بس ايه، هاتيلي من اخر الدنيا. ايوه. تجيبي لي من اخر الدنيا. هوريكم دلوقتي بقى السلطات والحاجات اللي مجهزاها جوه.
حالا. تعالوا بقى دلوقتي ارصص الحاجة في الاطباق واشوف الحاجة بعد ما خلصت.